كل سنة وانتم طيبين. مرضى بهجت 3 نقط مهمة هنتكلم فيها. الأولى تتعلق بالتشخيص. مرض بهجت على فكرة يا جماعة مرض التهاب في الأوعية الدموية، يصيب أي حجم من الشرايين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ويصيب كمان الأوردة، وبالتالي أعراضه ممتدة من أول مجرد القرح اللي بتحصل في الفم وفي الأعضاء التناسلية لغاية التهاب قزحي في العين، التهاب في الأعصاب، التهاب في الأوعية الدموية، تمدد في الأوعية الدموية، وحاجات كتيرة جدا. فعشان كده مهم جدا انك تتابع مع الدكتور معالج علشان اي حاجة من الحاجات دي يحصل فيها اي مرض يبدأ يكتشفها بدري ويعالجها بدري. العلاج جزء مهم جدا من العلاج بيبقى ان احنا نمنع ظهور القرح، وبالتالي بيبقى فيه ادوية مناعية منظمة علشان تمنع ان احنا يطلع قرح. مش نستخدم الكورتيزون فقط، لان كتير قوي من مرضى البهجه يقولوا لي احنا بنبطل الكورتيزون القرح بتطلع، لانك ما بتاخدش دواء مناعه تقلل عليك الكورتيزون ويمنع ظهور القرح. نقطه مهمه جدا في نمط الحياه، الهيجين بتاع الفم مهم جدا، انك تهتم باسنانك، غسيل الاسنان 3 مرات، تزور دكتور السنان، لان كتير قوي بسبب القرح بيبقى الهيجين بتاع الفم فيه مشكله. ودمتم سالمين.